أمن مستقبلك. فكر زي ما قلنا أنت في أنهي مرحلة. لما تكبر مثلا في ناس ولا بتبقى عاملة تأمين صحي ولا بتبقى شايلة حاجة للمعاش، فده مهم جدا، لأنه أكيد لما الواحد يكبر مش شرط. في ناس ما بتحبش تتقاعد، أنا واحدة منهم، مش عارفة أتقاعد إمتى. حتى بقول يمكن هتكسف، هكون مثلا بدرس ومرة واحدة هطب وهتكسف، هيقولوا بصوا الرياضية دي برضو طبت ناتج، ما أعرفش. لكن أكيد هعوز برضو أغير شوية، أعمل حاجات، أقلل شغلي. لازم يبقى عندي فلوس تأمني إن لو قللت الشغل وقللت الدخل بتاعي هقدر برضو أعيش. لما قلت الرياضة وهطب، معلش هحكي لكم حاجة بسرعة كده لذيذ قوي. الناس أنا كتير بنقي هصور فين، كتير ببقى عاوزة أكلمكم وبقول لا النهاردة أنا تعبانة وشكلي هيبقى تعبان، بالذات إنه تعليق من التعليقات كان الله إذا كان السن كده ولا كده بان على سامية وهي بتعمل كل الرياضة دي يبقى تعب نفسها ليه، مموتة روحها من الرياضة ليه. ده تعليق ضحكني، بس طبعا ممكن قوي الشكل يكون كبران ودي طبيعة ولازم كلنا نقبلها. لكن المهم دايما الجوهر. أنا مش حاسة الجوهر بتاعي كبران. الرياضة بتساعد على كده، على انه يقعد الشعور الداخلي صغير. لو عرفتوا نفسكم واشتغلتوا على مزاياكم زودتوها يبقى اكيد هتحسنوا من حياتكم.